السلام عليكم حبايب، شلونكم اخباركم؟ اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. راح نسوي كبة الجريش القلي بس بدون هبرة اللحم. انا منزله فيديو سابق للكبة الجريش وياها هبرة لحم تصير ويا العجينة، تفاصيلها موجودة كاملة. هاي راح تكون بدون هبرة لحم، بس الكباية لازم تنسلق حتى تقرمش وما تظل البرغل يابس، يعني يصير بيه قوة. من تنسلق الكباية تكون أفضل هواي. طبعا أني على المقادير أمشي لأن أنا عندي شغل وطلبيات، لذلك أني أنتم براحتكم. هسه هذا نزلت لكم نص كيلو جريش، 3 قلاصات برغل خشن ويا قلاص واحد ناعم، ملح وبهارات وشوية خمرة، وقلاص ونص مية. نخليه بالبداية، نخليه تتفتح الحبات مالته لمدة ربع ساعة 30 دقيقة. بعدين نرجع نعجنه عجنة كاملة، وهم نخليه فد ربع ساعة يهدأ. ايش ما تبقى العجينة أكثر، ايش ما تعطيكم قوام أحسن وبالشغل ما تتعب. للنص كيلو الجريش نحتاج نص كيلو لحم ويا كيلو واحد بصل، ونحتاج فد صم، يعني فد شي هسه تشوفون بالفيديو أنا ايش قد خالة من اللوز المشرح والكشمش. طبعا هذني أساسيات بالكبة القلي مال الجريش. نثرم كل المكونات ونجهز، وبعدها إن شاء الله نشوفكم طريقة اللف. طبعا هي طريقة لفها كلش سهلة وبسيطة وما بيها أي تعب. لا والله هي بيها شوية تعب يعني بدون مجاملة، بس للي يشتغل هواي، بس للي تشتغلها مرة واحدة أكيد لا ما بيها تعب يعني. راح نثرم كل المكونات. طبعا أنا عندي اللحم جاهز من البداية، بس خليته بالطاوة على مود يذب دهنه لأن جامد بالمجمدة، مسلوق وجامد. ونخلي كمية البصل نحمس. للتوابل نحتاج، طبعا أنا كلها راح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف. 7 بهار وملح، 7 بهار وملح ولعنة الله على الشيطان، نوم بصرة رشة خفيفة، وفلفل أسود. كل هاي التفاصيل راح أكتب لكم إياها تحت بالوصف، أنتم راح تشوفوها. وعلى هذا الأساس امشوا. وش قد ما تردون تزيدون المقادير، يعني النص كيلو ياخذ نص كيلو لحم، الكيلو ياخذ كيلو هيجي. اللوز أنا منقعته هو والكشمش قبل وقت، وبعدين أحمسه حمسة صغيرة وأضيفه على الحشو حتى ياخذ من طعم الحشوة ويكون متجانس وياها. ينحمس بالبداية وحدة، بعدين ينضاف على الحشوة بهالطريقة. يكون عندنا كل شي جاهز، نبلش بطريقة التحضير للكبة. والطريقة كلش سهلة، يعني عجينة تكوريها، تفتحيها على كيس نايلون، يفضل انه كيس غذائي، وتبلشين بالحشوة مالتها. تحطي لها الحشوة، تخلين طبقتين. الطبقة الأولى اللي هي تتجهز حتى تصير للوجه، والطبقة الثانية اللي هي تتخلى بيها الحشوة بهالطريقة. طبعا هالكبة مصلية على أصولها، يعني تحبون تخلونها بس تسلقوها وتفرزوها. هسه بالفيديو جايكم طريقة السلق شلون، وما تنفتح وياكم نهائيا إذا ضبطتوا الأطراف مالتها. وأهم شي تطلعون الهواء من عندها، لأن بس يطلع الهواء من عندها بعد ما تنفتح. وتسلقوها وتضموها. شو وقت ما تردون تقلون من عندها تقلون، تردون تضمونها همتين بدون تقلون، بدون سلق، وتنضم عادي بدون سلق. وبعدين تسلقوها وتقلوها هم جدا طبيعي، بس تنسلق هسه أحسن من ما تتفرز وبعدين ترجع تنسلق، يكون أفضل يعني. طبعا أنا أشتغل طلبيات الحمد لله والشكر، وهاي كان واحدة من الطلبيات. أنا ما أقدر أقلي من عنده لأن هذا مطلوب بدون قلي. بطاسة مثل هيجي، ويعني حجم لازم تكون العجينة أكبر من قياس الطاسة على مود ما تنفتح. يعني من تخلين الطاسة ما تكون ويا الأطراف، تكون أكو زيادة. هاي الزيادة هي اللي تضمن لك إنه الكوباية ما تنفتح وأطرافها تكون تمام.
بهالشكل هذا. وإن شاء الله تجربوها، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. مشاهدة ممتعة، مع السلامة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك